لأن ما حدث البسيتين كانت قضية صراحة دفاع عن عرض، وهذه المنطقة التي أنا أسكنها، وكنت شاهدا في تلك الليلة الطويلة التي شهدتها. ما حدث، وأنا وضحت خلال مهاتفة قبل يومين، أن ما حدث البسيتين عبارة عن فتاة كانت تمر مرفأ المالي بالقرب الشارع، ومن حقها أن تمر، لكن هذا التجمهر والتجمع عليها حتى أن آذت أحد وكانوا يستخدمون الألفاظ النابية حتى. ثم بعد ذلك أحد رجال شرطة المرور أخرج من لوحة هذه الفتاة، وأخرج صورتها وعنوانها ورقم هاتفها. نحن فهمنا في منطقة البسيتين والمحرق أن هذا استهداف وتهديد لهذه الفتاة، ونحن كنا في اجتماع في منطقة الحد، فاجأنا بأن آلاف الشباب وصلوا إلى البسيتين السنة، ما يقارب 10,000، وكان اجتماع عفويا أبدا. وأنا صراحة أحيي كل شاب اجتمع، والله أحييه بكل ما. هؤلاء شباب البحرين، هؤلاء أسود البحرين، هؤلاء من نفتخر بهم، هؤلاء هم مفخرة البحرين صراحة. أما يقال عنهم طائفيين، لا. إذا كان الدفاع عن الأعراض طائفي فأنا طائفي، كل أهل البحرين طائفيين. إذا كان الدفاع عن المرأة وعن عرض المرأة وعن أعراضنا عن كرامتنا طائفي، فنحن طائفيون. لكن هؤلاء ما استهدفوا قرية ولا استهدفوا تجمعا، ولا كانوا فقط اجتمعوا للدفاع عن هذه البنت حتى نحسن الصورة، لأن وكالة رويتر صورت الحدث طيب، وبعد ذلك سوقت على القنوات، ثم أخذت قناة العالم ما تريده من هذا التجمع وبثته على أن هؤلاء هم بلطجية النظام، وهم الذين اعتدوا على من؟ هم الذين اعتدوا على الشيعة المسالمين الهادئين. أصلا البسيتين منطقة سنية 99%، هذه المعلومة الأولى. ثانيا أن هؤلاء اجتمعوا في البسيتين، وفعلا لما صار الاجتماع بشكل عفوي وتفاجأنا بهذا العدد الكبير. أتوا من الحد، من محرق، عراد، قلالي، بسيتين، مدينة عيسى، من رفاع، مدينة محمد، جزاهم الله خير، شرف والله. أنا قرة عين هؤلاء الشباب، أنا صراحة أفتخر بهؤلاء، إن سموا طائفين أنا أفتخر بهم. هؤلاء هم النخوة، أعادوا قصص الفزعة وقصص كما يقال الأجاويد. جزاهم الله خيرا لحماية عرض، يقول والله عرضنا ودمنا دون عرض هذه البنت. فاجتمعوا، وصراحة يعني الحمد لله بعد طلبة العلم، أنا وأخي السيد محمد ويوسف فقيه والشيخ القاضي فيصل غرير ودكتور ناجي العربي، كلنا حاولنا نوجه هؤلاء، لأننا نحن تفاجأنا بهذا العدد. فالحمد لله كانوا جزاهم الله خير، يعني كانوا منصاعين، جمعناهم وحاولنا تهدئة هؤلاء، رفعنا بعض الشعارات المؤيدة للنظام، ونحن لا نقبل بالمذلة ولا بالإهانة وكذا كذا، حتى نحاول نخفف من وطأة هؤلاء. وكانوا على حق في غيرتهم على أعراض وبنات البحرين. الشاهد في هذه الأثناء دخلت سيارتين، السيارة الأولى فيها 4 من الشباب من منطقة الدير، منطقة غريبة، منطقة شيعية، دخلوا بسرعة على هؤلاء. من الذي استهدفنا؟ هؤلاء نفسهم الذي يقول سلمية سلمية، ودهسوا شابين، أحدهم كسور في رجله وزرناه في المستشفى. مع ذلك حاوط الشباب هؤلاء هذه السيارة، والله كادوا أن يقتلوا هؤلاء لولا منعناهم. اكتفوا بضربهم، هذا يعني أخف ما يستحقوا هؤلاء. سلموا للأمن وسلموا، لا بعد دعينا صار طوارئ، يعني احنا ضربناهم وعالجناهم كمان، ودعينا صار طوارئ. ثم هم الشباب بإحراق السيارة، أنا وقفت فوق السيارة وقلت إذا تحرقون السيارة تحرقوني أنا معاها، لا تلمس السيارة. ثم جمعناهم مرة أخرى وهدأناهم وكذا، ومع ذلك لم يذهبوا لمنطقة الدير للانتقام. هؤلاء معروفون، يعني أنا بعد قليل أخرج أسماء هؤلاء وكيف تم تشويه هذا الخبر. يعني طيب شوف، يقول اعتداء في جهة الوسط، اعتداء على 6 شبان وسيارة إسعاف البسيتين. لم يذكروا أصل القضية، صار الجلاد هو المظلوم. الشاهد، ثم جزاهم الله خير واجتمعوا، وفي الليلة الثانية أيضا اجتمعوا. وصراحة أنا أقول من هذا المنبر، أنا والله مفتخر به أنهم يسمعون، يعني أكثر من 10,000 شاب. وهؤلاء العصر التي رفعوها ليس للهجوم وليس للاعتداء، للدفاع، لأنهم فهموا أن هناك سيكون استهداف لهؤلاء، وفعلا حصل ما توقعوه، أصابوا فيما فكروا فيه. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني أيضا اجتمعوا، وأتى الشيخ عبد اللطيف محمود وألقى كلمة لهؤلاء، والقاضي ياسر المحميد ألقى. وثم فتفاجأنا بزيارة رئيس الوزراء، والله هذه كانت تاج على رأس هذه المنطقة،
ونزل ومسك الميكروفون وتكلم وهدم وقال إذا كنتم تحبوني فانصرفوا جميعا. فأقول صراحة هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الأسود، هؤلاء هم مفخرة البحرين، هؤلاء على راسي ورأس كل بحريني غصبا عن كل أحد. فأقول نحن نفتخر بهم لأن البعض فهم الصورة مغلوطة، وتتم بعض الرسائل يستنكرون لا يعرفون ما الذي حصل بهذه التفاصيل. وصراحة وبالتالي لما صار اللقاء بينه وبين بعض المسؤولين قلنا قضية اللجان الشعبية الآن ليست مطلب، هذه ضرورة حتى نرتب هذه الصفوف وننظم هؤلاء الشباب حتى يتم تفريغ هذه الطاقة في منافذ الصحيحة.